السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الأنوار يا توانسة. مخاطبتكم الأستاذة رجاء الحاج منصور بن علي المحامية. هبط أشرطة نكشف فيها قيادات الاتحاد تحت حكومة بن علي، ونكشف فيها الوجوه اليسارية والاتحاد اللي هبط في وقفة احتجاجية واللي كملها معناها بالدقوعير وبضرب البوليسية في آخر المطاف. على كل اللي يضرب البوليسية بالحجر وبشقف الدبابز ما يصعبش عليه باش يدخل على الفيسبوك متاعي يسمعني الكلام ويقول لي الكلام الزايد. اليوم الكلام الزايد اللي سمعته على الصفحة متاعي تعليق معناها على الأشرطة اللي هبطها لكشف القناع على قيادات الاتحاد الفاسدة، فهمتني كيفاه؟ كلام زايد تقوش عليه جلال بريك يقعد يحكي معايا. يا نعم، إذا تو أنا عندي عام واش على الفيسبوك الحق من حين إلى آخر نلقى معناها تعليق خارج عن الموضوع، ولكن مش بالطريقة هذية ومش بالصفة هذية. أخلاق متدنية، بالله يقولوا لي بالأخلاق هذية تحبوا تحكموا تونس؟ بالأخلاق هذية تحبوا معناها تقلبوا حكومة؟ الشعب بزقكم، الشعب بزقكم بالعربي، ما تفهمش بزقكم، واللي يبزق راهو ما عادش يلحس، ما عادش يلحس. هابطين عليا شريط معناها تتمنيكوا وتتمقروا، ايه ما يصيرش تمنيكوا وتتمقر، انا ما يقلقنيش راهو، ولكن ما تحطليش تصوير 7 نوفمبر، تصوير 7 نوفمبر زين العابدين، هذيك كانت عند راس شو اسمه القيادات نتاعكم، ما يرقدوا في الليل كما يقولوا يصبحوا بيه ويقولوا معناها يصبحوا باسمي ويركوا عند ساقيه وياكلوا من طاولته. اما انا عمري ما كنت تجمعيه وعمري ما كليت من طاوله التجمع، فهمتني ولا؟ وربي يهدي برا، ربي يهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.